ابطال اوروبا او يلعب على الايورو ليج، انما يلعب بيكسب دوري ابطال اوروبا صعب. عشان انا شايف كده، انا شايف ان جاريث بيل امكانياته ممكن تتناسب مع فريق زي مانشستر، ممكن تتناسب مع فريق زي ريال مدريد. دي الفرق اللي ممكن تكون طموحات جاريث بيل. عشان كده انا ضد اي رئيس نادي او اي ملك نادي او اي مدير فني يتمسك بلاعب وهو عمل موسم رائع وجاله عرض ب 60 70 مليون باوند ويسيبه معاه. مش هيديك بنفس الامكانيات بنفس الشكل. في كمان ضغط كبير جدا على جاريث بيل ان هو يعتبر في الوقت الحالي احد النجوم الموهوبه اللي موجوده في فريق توتنهام، وده ضغط على لاعب صغير السن عنده 21 سنه. كل دي امور مأثره عليه كتير، وانا شايف انها تاثر اكتر هذا الموسم. وكان المفروض من هاري ريدناب واداره توتنهام الخلاص من جاريث بيل وانتقاله لاي نادي. وادي بيور افاد توتنهام يا كابتن خالد الفتره الاخيره. بص، ادي بيور هو لاعب بس عصب المزاج. مشكلته في دماغه، انما هو لو ركز كراس حربه هيبقى راس حربه كبير جدا. عنده يعني قوه جسمانيه كويسه، لياقيا عالي جدا، طول قامه ممتاز، راجل بيتحرك برجليه الاثنين، بيشتغل بشكل كويس جدا. خد خبره مع الريال في دوري ابطال اوروبا مع مورينيو كتكتيك وكاسلوب وكالتزام. انت شايف حلق شعره في الوقت الحالي مختلف خالص عن ما كان موجود في السابق. صحيح. كل دي امكانيات هتفيد فريق توتنهام، وخاصه ان عندهم لعيب زي جيرمين ديفو، لاعب من افضل اللعيبه الموجوده في الدوري الانجليزي. بالاضافه عندك صانع لاعب زي لوكا مودريتش، ده هيطور بشكل كبير. هي مشكله فريق توتنهام في رايي الشخصي برضه حته عدم توافر البديل الكفء على دكه البدلاء، مديه تقليل في حته المنافسه بالنسبه لفريق توتنهام. نعم. بعد ما نسيب او قبل ما نسيب الدوري الانجليزي، طبعا دكتور عفت السادات اصبح رئيسا لنادي الاتحاد السكندري بعد يعني معركه حاميه الوطيس ما بينه وبين الاستاذ شريف الحلو. اصبح بعدها طبعا الدكتور عفت السادات رئيس نادي الاتحاد السكندري. رب نشوف بس الاتحاد السكندري ان شاء الله يا كابتن خالد في الدوري واستمر في الدوري مره اخرى في التوفيق لكل الانديه المصريه، وبالتوفيق لكل رئيس نادي يجي عشان يشتغل كويس ويقدر يعمل فكر جديد لنادي زي نادي الاتحاد من الانديه الشعبيه اللي بيمتلك جماهير وقاعده جماهيريه كبيره جدا. اتمنى التوفيق للدكتور عفت السادات او استاذ عفت السادات مع نادي الاتحاد، ويقدر يعمل شغل كويس جدا لمده 4 سنين. نعم. التقرير الآخر تقرير عن بوندسليغا أو الدوري الألماني، تقرير عن مباريات الأسبوع السادس من هذا الدوري، ونعود مرة أخرى مع الكابتن خالد بيلي. حقق بايرن ميونخ متصدرا ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه شالكا بهدفين نظيفين. الفوز الخامس على التوالي والذي كان ضمن مباريات الجولة السادسة بدأ في الدقيقة 21 بواسطة نيلس بيترسن محرزا هدف التقدم للبايرن. وفي الشوط الثاني عزز توماس مولر تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 75. الفوز جعل الفريق البافاري ينفرد بصدارة جدول الترتيب ب15 نقطة، فيما وقف رصيد شالكا عند 9 نقاط في المركز التاسع. وواصل فريدر بريمن ملاحقته للبايرن على الصدارة، وذلك رغم تعادله مع مضيفه نورنبرغ بهدف لكل فريق. على الرغم من طرد تنفيذ حارس فريدر بريمن في الدقيقة 17، إلا أن الفريق نجح في التقدم بعدها ب7 دقائق بهدف للاعب ميميت إيكيتسي، ولكن نورنبرغ أدرك التعادل في الدقيقة 60 عن طريق فيليب فولشايد. وفي مباراة أخرى واصل هامبورغ السقوط في البوندسليغا لهذا الموسم بعد تلقيه خسارة جديدة على يد بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف دون رد. سجل هدف اللقاء الوحيد إيغور دي كامارغو مهاجم مونشنجلادباخ في الدقيقة 66 من عمر اللقاء. وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة لهامبورغ من أصل 6 لقاءات خاضها في بطولة الدوري لهذا الموسم، ليتذيل قائمة البوندسليغا بنقطة يتيمة. والآن نشاهد جدول ترتيب الدوري الألماني البوندسليغا بعد الأسبوع السادس. بايرن ميونخ في المركز الأول ب15 نقطة، فيردر بريمن في المركز الثاني ب13 نقطة وتساوى مع بروسيا مونشنجلادباخ. هوفنهايم في المركز الرابع ب12 نقطة، هانوفر في المركز الخامس ب11 نقطة، شتوتغارت في المركز السادس ب10 نقاط. واتي باير ليفركوزن في المركز السابع ب10 نقاط، نورنبرغ في المركز الثامن ب10 نقاط، شالكا في المركز التاسع ب9 نقاط وتساوى مع هيرت برلين، بروسيا دورتموند في المركز ال11 ب7 نقاط، وكولن في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.
واتيمانز في المركز الثالث عشر ب7 نقاط، فوفسبورغ في المركز الرابع عشر ب6 نقاط، كايزر سلاوترن في المركز الخامس عشر ب5 نقاط، فرايبورغ في المركز السادس عشر ب4 نقاط، اوكسبورغ في المركز السابع عشر ب3 نقاط، وهامبورغ أخيرا بنقطة وحيدة. كابتن خالد، نبدأ في البداية. بايرن تشالكا طبعا المدير الفني لشالكا رانجيك استقال بعد 6 أشهر كابتن خالد من توليه المنصب، وأيضا وصل بهم إلى قبل النهائي في بطولة أوروبا. هو طبعا يمكن بيقول الراحه اسباب صحيه. اسباب صحيه. رانجنيك من المدربين الممتازين اللي تولى القياده بعد فيليكس ماجات، كان في 17 مارس، وكان عنده بعض المشاكل في بدايه السيزون، بس اعتقد انه حلها كان بدايتها مع راؤول. اعتقد ان طبعا الاسباب الصحيه ممكن تبعده خالص عن فريق شالكا الفتره الجايه. فريق شالكا من الفرق المتطوره، الفرق اللي عندها امكانيات كويسه جدا، فرقه فيها لعيبه زي ديليكسر من لعيبه ممتازين، راؤول، هونتلار، كل دول لعيبه اعتقد ان ممكن يكونوا اضافه لفريق شالكا. نعم. في بعض النقاط لازم نتكلم فيها كابتن بالنسبه للدوري الالماني عامه مع شالكا والبايرو كده. هو طبعا في مفاجآت وفي اخفاقات كتيره، في ايجابيه منها وفي سلبيه. البايرن انا في رايي مفاجاه الموسم حتى الان بسبب بسيط جدا بالنسبه مفاجاه هي في انديه القمه يعني. انه فريق غير من نفسه كتير، جاله مدير جديد جوب هينكس بديل الموسم الماضي، طبعا علشان يقدر يشتغل ويطور، غير من جلده في النواحي الدفاعيه تحديدا، لان كانت مشكله فريق البايرن الموسم الماضي كان قلبين الدفاع، وهو جاب بواتينج السنه دي يقدر يشتغل كويس. نفس الموضوع حدث كاب نوير من شالكا، اضاف كتير جدا، وفي الوقت الحالي هو اقوى خط دفاع بهدف واحد، وانا اعتقد ان دي برده كم الارقام القياسيه بالنسبه لفريق بايرن ميونخ. جاب بواتينج بواتينج، انا قلت بواتينج. النقطه الثانيه مجموعه اللاعبين الشباب، عنده بيترسون وعنده توم كروس وعنده البا، لعيبه كلهم ممتازين جدا، برضه طوروا من شكل فريق البايرن الى حد ما في النواحي الهجوميه. النقطه الاهم انه بيمتلك اقوى خطوط الهجوم في ظل عدم تواجد اري روبن، احد افضل لعيبه على العالم. المفاجات السلبيه يعني انا في رايي زي فريق ماينز، السنه اللي فاتت كان عمل 9 فوز متتالي، السنه دي عامل 2 فوز و3 هزيمه و1 تعادل. ماينز كان احد المنافسين الممتازين الاسبوع العاشر الموسم الماضي، كان هيعمل رقم قياسي بالنسبه لفريق ماينز. دي من المفاجات السلبيه. المفاجاه الثانيه في رايي بروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند الموسم الماضي كان قدامه يحقق رقم قياسي لما يتحقق في تاريخ الكره الالمانيه 12 فوز متتالي. السنه دي بتتكلم على 2 فوز، عنده 7 نقاط، ودي برضه مشكله. يورجن كلوب بيقول ان انا عندي مجموعه لاعبين شباب ولسه ما تاقلموش ولسه ما تعودوش على هي نفس المجموعه اللي فات، بس من عندهم نوري شاهين. فالناس سالته قالت له نوري شاهين مؤثر بشكل كبير جدا. انا اقول لك انه مؤثر لان نوري شاهين الموسم الماضي حتى الاسبوع العاشر كان مسجل اكثر من 70% من اهداف فريق بروسيا دورتموند، اثر بشكل كبير جدا، اللي لسه لما شارك مع الريال حتى الان. عشان كده دي من المفاجات السيئه. المفاجات الايجابيه الثانيه فريق زي مونشن جلادباخ، فريق منظم جدا، عنده امكانيات تهديفيه، عنده امكانيات دفاعيه عاليه جدا، واصل الى حد ما في المركز الثاني ومنافسه فيردي بريمن مع فريق بايرن ميونخ، وانا اعتقد ان برضه من الفرق اللي هيكون لها شكل وباع كبير في الدوري الالماني هذا الموسم. كمان هوفنهايم، تتكلم على فرقه كان الموسم الماضي بيعاني من الهبوط الى الدرجه الثانيه، هذا الموسم بيتكلم على المركز الخامس او السادس. عشان كده انا شايف ان هوفنهايم برضه مأدي بشكل ممتاز، عامل نتائج عاليه جدا في المركز الرابع، بس اهدافه قليله، بيقبل اهداف قليله، يعني جايب 12 هدف وعليه 5 اهداف، ودي ميزه عند هوفنهايم ان هو بيقبل اهداف قليله جدا، ولكن مكسبه 1-0 او 2-1، ودي برده مديه حاله فنيه عاليه جدا بالنسبه للدوري الالماني. الدوري الالماني فيه حاجه كابتن، تخيلوا ان الدوري الوحيد في اوروبا حتى الان لما يعني اسبوع واحد اللي حصل فيه نتيجه 0-0 تهديفه عالي. هي نتيجه 0-0 يعني دي كان من الامور الجيده جدا، وبرده ده رقم قياسي على مستوى اوروبا. بتتكلم على الاسبوع السادس السابع النهارده وبكره. الاسبوع الدوري الوحيد اللي يمكن فيه نتيجه واحده بس هي 0-0، وكل النتائج الثانيه كلها اهداف، ودي من الاجابات اللي موجوده عند الكره الالمانيه، ويمكن برده من الحاجات الممتازه جدا. احصائيه بسيطه عن الدوري الالماني الفوز داخل الملعب 44%، 19% تعادل، كلها ايجابيه ما عدا مباراه واحده اللي قلت لك عليها، و37% فوز خارج الملعب. بمعناه ان مستوى الانديه الالمانيه كلها متقارب، بتتكلم على 37% خارج و44 داخل. المعدل التهديفي في كل مباراه 2.94، يعني 3 اهداف في كل مباراه. اعتقد انه معدل رائع مع دوله بتفرض على كل نادي ان يكون قوامها 15% من اللاعبين الشباب. ده معدل ممتاز. داخل الملعب 1.6.5 هدف. المعدل
في كل مباراه 56% اللي هي 2.5 اعلى 2.5 يعني كل مباراه معدلها 2.5 هدف 56%. خارج الاقل اللي هم اقل من 2.5 هدف 24%. وده برضو من الامور الجديده. اقوى خط هجوم باير، هوفنهايم، فيردر، كولن، شالكا. اتفرج على الانديه دي هتلاقيها برضو من الانديه المؤثره جدا اللي بتلعب على الاوروليج، بتلعب على دوري ابطال اوروبا، بتلعب دوري الماني، ومؤثره في امور كتيره جدا. صحيح. اقوى خط دفاع الباير بهدف واحد وهو رقم قياسي، وهكلم لك في حته الارقام ليه الباير رقم قياسي. بروسيا مونشنجلادباخ كتاني اقوى خط دفاع بسبب التنظيم الدفاعي اللي عامله بشكل ممتاز جدا المدير الفني. شتوتجارد وظهور عالي هذا الموسم بعد السنه اللي فاتت لما كان بيعاني من مشاكل عاليه جدا. وطبعا هوفنهايم مع المدير الفني. اعتقد ان دي كلها امور تؤكد ان الكره الالمانيه لها وضع خاص ولها تركيبه خاصه ولها شكل خاص، يعني من اقوى الدوريات اللي موجوده على الساحه الاوروبيه. هامبورغ كابتن خالد هزم من بروسيا مونشنجلادباخ بهدف مقابل لا شيء، يعني هامبورغ بيعاني يا كابتن خالد في الفتره الاخيره. ماركو فان باستن احتمال يدرب طبعا هامبورغ الفتره الاخيره، والتقارير بتشير لماركو فان باستن احتمال لهامبورغ بعد طبعا هيقال مايكل اونينج. يعني هامبورغ برضو من الظواهر السلبيه اللي انت جايب بونت واحد واضعف خط هجوم موجود في البطوله واضعف خط دفاع موجود في البطوله، مع اونيانج اللي هو كان رئيس النادي بيقول عليه كتير جدا انه مدرب عنده امكانيات ممتازه، ولكن ما نجحش كتير مع فريق هامبورغ. عشان كده برضو دي من الظواهر السلبيه في ده عليه 17 هدف كمان. قال لك اضعف خط الدفاع اللي موجوده في البطوله. النقطه طبعا المهم ان كمان زي ما انت قلت ماركو فان باستن ممكن يكون في لويس فان خال، هم اتكلموا معاه النهارده واحتمال كبير جدا انه يقبل العرض. الاتجاه الاقرب زي ما انت ذكرت يمكن 55 او 60% لصالح فان باستن. ماركو فان باستن. نورنبرج فيردر بريمن تعادل ايجابي بهدف لكل منهما يا كابتن خالد. طرد الحارس طبعا فايس من هذا الموضوع. تمت طريقه 4-1-3-2 للمدرب طبعا مدرب فيردر بريمن توماس شاف. توماس شاف مدرب قديم مع فريق فيردر بريمن، كان من المدربين القليلين جدا اللي قاعدين على دكه فيردر بريمن بقى اكتر من 8 سنين او 7 سنين، وماشي معاه بشكل كويس جدا. ممكن تلاقيه في سنه بينافس والسنه الثانيه ممكن يلعب على اورليج او دوري ابطال اوروبا. عنده امكانيات ممتازه جدا. فريق فيردر بريمن السنه دي برضه هيكون خطر على فريق بايرن ميونخ. المباراه دي يمكن انا شفتها خطا كبير جدا من تيفيزا، ويعني ما تجيش من حارس كبير زي دوت. بس طبعا بفضل كفاءه توماس شاف وكمان الامكانيات الفنيه المتواجده وحته انهم عندهم خبره تخليص المباريات قدروا يتعادل وكان كسبانه 1-0 مع فريق ممتاز. طب ايه رايك في اللاعب ماتوفيتش كابتن خالد؟ ممتاز. على فكره ده كان في الانتر ارناتوفيتش ومشي من الانتر ببلاش، يعني كانوا جايبينه بحوالي عن 12 مليون يورو وبعدين انتقل لنادي فيردر بريمن ببلاش. وفي الوقت الحالي حتى فريق الانتر بيتحصر عليه لان معدل التهديف بالنسبه له مع فريق فيردر بريمن لا يقل عن 20 او 25% من اهداف فريق فيردر بريمن خلال السنه اللي فاتت والسنه دي كمان. نعم. هناك طبعا خبر في الدوري الالماني، برينو لاعب باير ميونشن طبعا حرق منزله ونقل على اثره طبعا المستشفى، وما كانش فيه يعني كان تقريبا بتشير كابتن خالد ان ما كانش اولاده حتى متواجدين ولا مراته متواجدين في البيت، هو كان في البيت لوحده وبعدين انتقل بعد ذلك للمستشفى. دي طبعا ده المنزل بتاع برينو. اهم حاجه الحمد لله ما كانش اسرته موجوده، كان يبقى خطر كبير جدا عليهم، يعني اتمنى له السلامه هو واولاده واسرته. نعم. ننتقل بعد ذلك الى ليج او الدوري الفرنسي وفعاليات الاسبوع السابع من هذا الدوري. تقرير عن الاسبوع السابع من الدوري الفرنسي ونعود مره اخرى. تخلى فريق أولمبيك ليون عن قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد هزيمته بهدف نظيف أمام فريق كان ضمن مباريات الأسبوع السابع. فريق ليون تعرض لنقص عددي عندما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه هوغو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا لعرقلته رومان، وذلك مع نهاية الشوط الأول. أما هدف الفوز فكان من نصيب بنجامين نيفي، وذلك بعد احتساب حكم المباراة ضربة جزاء. كما تعرض نيفي لاعب كان للطرد في منتصف الشوط الثاني لتلقيه الإنذار الثاني ليكمل كلا الفريقين اللقاء ب10 لاعبين. وتعتبر تلك هي الهزيمة الأولى لليون خلال الموسم الحالي، ليتنازل عن المركز الأول متراجعا إلى المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما منح الفوز كان 3 نقاط ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن. وضمن الأسبوع نفسه حقق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على نيس بهدفين بهدف. تقدم سان جيرمان بهدف سجله أندرسون نيني في الدقيقة 36،
ثم تعادل نيس بهدف للاعب فابيان مونزون في الدقيقة 61. وفي الدقيقة 71 حسم كيفن جاميرو المباراة لصالح سان جيرمان بتسجيل هدف الفوز. وكانت المباراة قد شهدت حالتي طرد، جاءت أولاهما في الدقيقة 78 بطرد كريستوف غاليت لاعب سان جيرمان.